واش عمرك وقفتي مع راساتك وسولتي علاش كلمة وحدة من شي واحد تقدر تفرحنا نهار كامل وكلمة أخرى بنفس السهولة تقدر تكسرنا من الداخل؟ علاش كنعيش وكأن قيمتنا مربوطة بعيون الناس؟ إلا مدحونا كنحسوا براسنا زوينين، ولا انتقدونا فجأة كنشكو في كل شي فينا. يمكن الجواب بسيط ولكن معقد بزاف. هاد الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، كيبغي يكون مقبول، محبوب، مفهوم. من صغرنا تعلمنا أن الكلمة الزوينة كتعني أننا مزيانين، وأن الملاحظة أو الانتقاد كيعني أننا غلطنا. ومع الوقت بدون ما نحسو ولات قيمتنا مربوطة بردود فعل الناس علينا. ولكن واش فعلا القيمة ديالنا كتجي من الناس ولا من الداخل، من داك الصوت اللي ساكن فينا اللي كيعرف شنو درنا، شنو حاولنا وشنو نقدروا نكونوا؟ فكر فيها شويه. شحال من مره درتي مجهود كبير، عييتي، سهرتي، ضحيتي، وفي الاخر ملي ما جاكش الاعتراف او الكلمه اللي كنتي كتسناها ولا كتسنايها، حسيتي ان كل شيء ضاع، كأن القيمه ديالك كانت مربوطه في داك برافو. الا ما جاكش، وهنا المشكله. فالقيمة الحقيقية ما كتجيش من التصفيق ولا من عدد الناس اللي كيعجبهم شنو كدير. القيمة كتجي من الداخل، من القناعة ومن الصدق مع الذات، من الإحساس أنك كتحاول، كتنمو وكتحسن من راسك. حتى إلا ما شافك حتى شي واحد، الناس غادي يبدلوا الرأي ديالهم فيك كل نهار. اليوم يعجبهم فيك شي حاجة، وغدا يمكن نفس الحاجة تولي سبب الانتقاد. فإلا كنتي غادي تربط قيمتك بآرائهم، غادي تبقى عايش في دوامة ما كتساليش، مرة فوق، مرة تحت، مرة فرحان، مرة محطم، وكل هادشي على حساب شنو قالوا الناس. ولكن تخيل لو كنتي كتعيش بمعاييرك الخاصة، كتعرف شنو كيعني لك النجاح، شنو كيعني لك تكون انسان زوين، وشنو كيعني لك تكون راضي على راسك. تخيل لو كنتي كتسمع صوتك الداخلي اكثر من اصوات الناس، يمكن غادي ترتاح، يمكن غادي تبدا تحس انك انسان حر من ضرتهم، من احكامهم ومن توقعاتهم. ماشي سهل اكيد، حيت كنا بغينا نحسوا اننا محبوبين مقبولين، ولكن الفرق هو واش القبول ديال الناس اهم من القبول ديالك على راسك؟ واش الرضا ديالهم اهم من الرضا ديالك على حياتك؟ كل مره كتسمع فيها كلمه كتفرحك ولا كتكسرك، وقف واحد شويه وسول راسك علاش هاد الكلمه عندها هاد القوه عليا. واش حيت فعلا كتعبر على الحقيقه ديالي، ولا حيت انا عطيتها قيمه اكبر من اللازم؟ القوه الحقيقيه هي انك تعرف قيمتك بلا ما تحتاج حد يقولها لك، انك توقف قدام المرايه وتشوف انسان كيعرف شنو دار، شنو مر بيه وشنو باغي يوصل ليه. انسان كيعرف انه ما كاملش ولكن كافي. في النهايه الناس غادي ينساو شنو قلتي وشنو درتي، ولكن انت الا ما تعلمتيش تشوف قيمتك بعينيك، غادي تبقى دائما محتاج التصفيق ديالهم من جديد باش تحس انك بخير. القيمه ما كتشتركش وما كتعطاش، القيمه كتبنى من الداخل، بكل تجربه، بكل سقوط، بكل نهوض. ويمكن فاش غادي توصل لهاد القناعه ما غاديش تبقى كلمه وحده تفرحك بزاف ولا تكسرك بزاف، حيت غادي تكون عارف ان القيمه ديالك ماشي في عيون الناس، القيمه ديالك فيك وانت اللي كتعرفها مزيان. الحقيقه اللي بزاف ديال الناس ما كيهضروش عليها هي ان هادشي ماشي ضعف فيك، ولكن هو برمجه قديمه تعلمتيها منين كنتي صغير. منين كنتي طفل ولا طفله ما كنتيش كتسمع انت كافي كيف ما انت، ولكن كنتي كتسمع كوني زوينه، كون زوين باش يبغيوك الناس، دير هكا باش يعجبوك، ما ديرش هكا باش ما يضحكوش عليك. وشويه بلا ما تحس وليتي كتربط قيمتك برضاء الناس، وليتي كتقيس راسك بشحال الناس تفقوا عليك، بشحال الناس عجبهم كلامك، وبشحال الناس تقبلوا وجودك. لكن عمرك سولتي راسك السؤال الحقيقي، واش هاد الناس حتى هما مرتاحين مع راساتهم، ولا حتى هما ما عارفينش القيمه ديالهم؟ لان الانسان اللي ما عارفش قيمته غالبا كيحكم عليك من جروحه، من النقص اللي فيه، ماشي من حقيقتك انت. والمشكله الكبيره هو ملي كتولي حياتك كامله باش تحاول ترضي فيها الناس، كتنسى راسك، كتولي تقول وانت باغي تقول لا، وكتولي كتبدل شخصيتك باش تناسب كل واحد، كتولي كتخاف تكون على طبيعتك. وفي نفس الوقت من الداخل كاين واحد الفراغ كبير، حيت روحك عارفاك وعارفه انك ماشي عايش حقيقتك. واش عارف شنو التحرر الحقيقي؟ ماشي هو ان الناس كاملين يعجبهم فيك كل شيء. التحرر الحقيقي هو انك تبدا تعجب راسك حتى الا ما عجبتي حتى شي واحد، انك تسمع صوتك الداخلي قبل ما تسمع التصفيق تاع الناس، وانك تعرف ان قيمتك ماشي شي حاجه كيعطيها لك شي واحد اخر. قيمتك جايه من كونك انت، من روحك، من قلبك ومن الوجود ديالك.
وتيقني ان الانسان اللي كيكون حقيقي مع راسو كيجذب الناس اللي كيشوفوه بقلبهم، ماشي اللي كيبغيو يكون نسخة منهم. فمن اليوم جرب دير خطوة صغيرة قبل ما تسول شنو غادي يقولوا الناس، سول شنو انا باغي وشنو كيحركني. راه الحياة قصيرة بزاف باش تعيشها بدور ماشي ديالك. يمكن عمرك ما سمعتي هذا الكلام من قبل، ولكن اليوم خصك تعرفه. راه ما محتاج حتى شي واحد يعطيك قيمة، حيت قيمتك ما كتخلقش من برا، قيمتك كان ديما فيك. وكل مرة كتجري ورا الناس كتبعد خطوة على حقيقتك، ولكن كل مرة كتختار راسك كتقرب خطوة للسلام. يمكن اليوم ماشي كلشي غادي يفهم وماشي كلشي غادي يتقبل، ولكن الأهم واش انت متقبل راسك. حيت منين غادي تبدا تجي راسك بصدق غادي تكتشف ان رأي الناس غير صوت خافت ما عنده حتى شي قوة عليك. واخا يكون العالم كامل ضدك، الا كنتي انت مع راسك راك كافي. راكي انت واحد الحاجه واحده اخرى خفيه، هي اننا مرات ما كربطوش غير قيمه براي الاخرين، ولكن كربطو حتى احساسنا بالامان برايهم. يعني الا الناس تقبلونا كنحسوا اننا حنا بخير، ولكن الا رفضونا كنحسوا كأن الارض تحيدات من تحت رجلينا. وهنا كيبان المشكل الحقيقي، حيت وليتي ماشي غير كتقلب على الحب، ولكن كتقلب على اثبات انك كتستاهل الحب. هذا الاحساس كيبدا يبان في حياتك اليوميه، في العلاقات، في خدمتك، حتى في التفاصيل الصغيره. كتفكر بزاف قبل ما تهضر، كتراقب ردة فعل الناس على كل كلمة قلتيها، وكتحاول تكون مثالي باش ما يكون حتى سبب يرفضوك. ولكن واش فكرتي علاش خاصك تكون وتكوني مثالية أصلا؟ وشكون قال أن القبول مرتبط بالكمال؟ الحقيقة اللي صعيبة هي أن الناس اللي كتحاول ترضيهم حتى هما عندهم مخاوف ونقص وأحكام، ومهما حاولتي تكون مناسب ومناسبة لهم غادي ديما يكون شي واحد ما عجبوش الحال. يعني المعركة خاسرة من البداية، حيت كتجري ورا حاجة مستحيل تتحكم فيها. ولكن الحاجة اللي تقدر تتحكم فيها هي كيفاش كتشوف نتا راسك. حيت منين كتوقف قدام المراية وكتقول أنا كافي حتى بداكشي اللي كنشوفه أنا ناقص، هنا كيوقع التحول الحقيقي. كتولي ما محتاج حتى تصفيق ولا موافقة ولا حتى فهم من الآخرين، حيت داخلك ولا فيه صوت أقوى، صوت كيقول أنا عارف شكون أنا وهادشي كيكفيني. ومن هنا كتبدا تعيش بحرية، حرية أنك تكون على طبيعتك، حرية أنك تغلط وتتعلم، حرية أنك ما تعجبش كل شيء، ومع ذلك كتكون مرتاح. وهذا هو أقوى إحساس ممكن توصل له. راه ربط القيمة ديالك برأي الآخرين ماشي غير سلوك عابر كنعيشوه في بعض المواقف، راه هو واحد الحالة داخلية عميقة تفرجنا عليها باش نشوفوا راسنا بعيون الناس أكثر ما نشوفوها بعيون ديالنا، وكنوليو كنحتاجوا داك الاعتراف الخارجي باش نحسوا بوجودنا، وكأننا ما عندنا حتى مرآة داخلية كتعكس لنا قيمتنا الحقيقية. كتلقى الإنسان كيبذل مجهود كبير باش يكون مقبول، كيراقب تصرفاته، كيقلب شنو يقول، وكيحاول يتوقع ردود افعال الاخرين قبل حتى ما يعبر على راسه. وهادشي كيخلق واحد التوتر الخفي اللي ما كيبانش للناس، ولكن كياكل طاقته من الداخل. ومع الوقت كيولي هاد الشخص ما عارفش شكون هو فعلا، حيت كل النصح كيقدمها للناس هي مجرد محاولة باش ينال القبول، وماشي تعبير صادق على الذات. ولكن كيولي الخوف من الرفض هو المحرك الاساسي والرئيسي للقرارات ديالو، ماشي الرغبة وماشي الشغف. وكيعيش في واحد الحلقة مفرغة، كيحاول يرضي، كيتعب، كيحس بواحد الفراغ، ومن بعد كيرجع يحاول اكثر. بلا ما ننساو ان المشكله ماشي في كيفاش الناس كيشوفوا، ولكن في كيفاش هو كيشوف راسو. وهاد النظره كتكون غالبا قاسيه ومليئه بالاحكام، حيت متعود يقيس قيمته بمعايير خارجيه متقلبه، مره على حساب اعجاب الناس، ومره على حساب انتقاداتهم، ومره على حساب المقارنات اللي ما كتساليش. ولكن الحقيقة اللي كتبدل كل شيء هي أن القيمة الحقيقية ما كتجيش من برا وما كتزالش ولا كتنقص على حساب رأي أي إنسان كيف ما بغى يكون. هذه القيمة ديالك ثابتة في الجوهر ديالها، غير خاصك ترجع تكتشفها وتآمن بها من الداخل. ومنين كيوقع هذا التحول كيبدا الإنسان كيتحرر شوية بشوية، ماشي حيت الناس تبدلوا، ولكن حيت هو تبدل، ولا كيسمع صوته الداخلي أكثر من داك الضجيج ديال الآراء ديال الناس الخارجيين. ولا كيعرف ان القبول الحقيقي ماشي هو ان كل شيء كيعجب به، ولكن هو انه يعيش بصدق مع راسو حتى الا ما تفهمش مع شي طرف اخر.